السلام عليكم. عملنا مع بعض قبل كده على القناة سمك ماكريل سنجاري مفتوح، وكمان عملنا ماكريل متقطع ومعمول في صلصة. والنهاردة هنعمل مع بعض ماكريل سنجاري في صينية، بس المرة دي هنعمله مقفول كده وبحاله وبخيره. وهنعمل تحته كده بطاطس ومحطوط عليها كده سلطة بطريقة جميلة جدا جدا وحلوة قوي وتسوية مظبوطة ان شاء الله، وهيعجبكم باذن الله. وهتحسوا ان السمكية كده بخيرها واللحم بتاعها مش ناشف وجميل جدا. اول حاجة بقى معانا سمك ماكريل كده او سمك بلاميطة زي ما بتسموه. جبناه بقى ونضفناه كده ونضفنا بطنه خالص، وغسلناه بقى وحطيناه في محلول النقع بتاعنا. وبعد كده كمان صفيته، ومعايا بقى بطاطس كده هقطعها حلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني سمكة ولا يكون سميكة قوي ولا تكون رفيعة قوي، يعني علشان ما تاخدش سوا، تبقى يدوب بسوى السمك. هنا بقى البطاطس بتاعتي هقطعها كلها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين جبت قرن فلفل حامي، انا ما كانش عندي فلفل رومي. لو عندك فلفل رومي حطي فلفل رومي، وحطي كمان فلفل حامي. انا قطعت القرن الفلفل الحامي كده خرط صغيرة. وبعدين جبت بصلاية كبيرة وهقطعها كمان خرط صغيرة خالص خالص، علشان السمك ما بياخدش وقت في التسوية، والبصل كمان ما ياخدش معايا وقت وما يقرمش كده في الصينية. عايزينه يا دوب يستوي مع السمك. هنفرم بقى البصل فرم ناعم قوي زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تبشريه بالمبشره مفيش اي مشكله، ممكن تبشريه بالمبشره. انا بقى خرطته خرط صغيره ورفيعه خالص زي ما انتوا شايفين. كده خرطت البصلايه اهيت. معايا بقى كام فص توم كده تقريبا كانوا يعني ممكن 6 7 فصوص توم. خرطتهم برضو كمان خرط صغيرة ورفيعة قوي قوي. تمام كده. انا بحب التوم قوي في الصينيه دي، بيدي طعم جميل قوي قوي وريحه حلوه قوي قوي للسمك. هخرط بقى التوم بتاعي، هفرمه فرم ناعم كده وهركنه بقى كمان على جنب على ما نخلص بقيه تقطيع الخضار. هنجيب بقى كده كزبره او بقدونس زي ما بتحبي او اللي موجود عندك. هنشيل بقى الروز كده بتاع الخضار، وبعدين هنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقطعه تقطيع كده ناعم قوي. وكمان معايا الطماطم اتقطعت بس مش عارفه المقطع بتاعها راح فين. فمعايا طماطم سلطه وفلفل فلفل حامي. لو عندك فلفل رومي كمان حطي. وحطينا توم مفروم، وحطينا بقدونس. للاسف ما كانش عندي جزر. الوصفه دي بتحب الجزر قوي قوي قوي. الجزر لو جبتي بقى جزرايه كمان وبشرتيها على الحاجات اللي انت مقطعاها دي بتدي طعم تحفه تحفه تحفه. بس للاسف جيت اشوف في التلاجة عندي ما لقيتش جزر، فخلاص عملت باللي موجود. معايا بقى هنا التوابل: ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وكزبره ناشفه وخلطه سمك وشويه كاري صغيرين وربع معلقه جنزبيل. هقلب بقى كل ده مع بعضه كده، وهجيب ربع كوبايه زيت وهنزل على الخليط بتاعي بقى واقلبه كده، واجيب كمان ليمونتين هعصرهم بقى على الخليط ده واقلبهم كويس قوي قوي قوي. جبت الليمون كده وشيلت منه البذر علشان ما يمررش. وبعد كده هعصره بقى على الخليط ده تبقى كده معايا الحشوة بتاعتي جاهزة. هقلبها كويس بقى عشان كلها تاخد من نفس التتبيله كده. ومعايا الصينيه بتاعتي بقى حطيت فيها شويه سلطه من اللي احنا عملناهم دول في الارضيه. بعد كده رصيت البطاطس الحلقات اللي احنا قطعناها مع بعض. وبعدين هجيب شويه سلطه
من اللي احنا عملناهم برضو، واحط فوق البطاطس، واجيب السمك اعمل فيه فتحتين كده من فوق علشان يشرب من التتبيلة اكتر. وهحشي بقى السلطة دي في قلبه، وهرصه بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وصفة سهلة قوي 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 وجميلة جدا جدا. وكمان حبيت قوي السمك المكريل وهو مقفول كده عنه وهو مفتوح، يعني حسيته كده بخيره، واللحم بتاعه باين كده وطعمه حلو قوي قوي. المفتوح برضو كان جميل جدا، بس طبعا يعني بتحسيه ناشف شوية للناس اللي بتحب الحاجات متحمرة وناشفة. خلاص حشيت السمك كله بقى من قلبه، هنزل ببقية التتبيلة السلطة دي، واحط بقى من فوق الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب بقى ورق فويل اغطي الصينية بتاعتي بيه، وادخله على درجة حرارة 180. انا حطيته في الرف اللي هو تحت، الرف اللي تحت كده علشان السمك ما ينزلش المية بتاعته. اهو زي ما انتم شايفين كده حطيته على الرف اللي تحت، بس يا دوب يغلي كده هبدأ بقى اطلعه على الشبكة اللي فوق عشان ياخد اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وهنغرفه بقى مع بعض. انا عملت جنبه رز ابيض. شكل السمك بتاعنا يفتح النفس. واخد لون جميل قوي قوي قوي، التسوية مظبوطة جدا جدا. البطاطس اللي تحت السمك تحفة 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 خطيرة بجد. جربوا بقى كلكم كده البطاطس تحت السمك، ان شاء الله تعجبكم قوي قوي وهتدعولي عليها. وما تنسوش بقى لو ما اشتركتوش في القناة، انزلوا تحت اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. شايفين بقى التسوية المظبوطة الجميلة جدا؟ شايفين السمك من جوه عامل ازاي؟ حاجة كده ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة سهلة وعلى قد الايد بإذن الله. في رعاية الله. سلام عليكم.